افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم الخميس المعرض السنوي الخامس لمنتجات طلاب مدارس التعليم الفني، وذلك في إطار تشجيع الطلاب وخاصة المدارس الفنية الزراعية والصناعية والتجارية على المشروعات الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة لخريجي تلك المدارس. وتفقد المحافظ أقسام المعرض والمعروضات المقدمة من طلاب المدارس الفنية، وأكد على أهمية تلك المعارض الإنتاجية داخل مدارس التعليم الفني وتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات المختلفة بأسعار مناسبة. وأكد محافظ الإسكندرية على أهمية الاهتمام بالتعليم الفني وإدخال كل الطرق العلمية له، مشيرا إلى جودة المنتجات المعروضة بتلك المنافذ مما يساعد على خلق فرص عمل لخريجي تلك المدارس وإخراج منتج عالي الجودة ينافس الأسواق العالمية. مزيد من التفاصيل واللقاء التالي. احنا النهارده بنفتتح معرض النشاط المدرسي لمدارس التعليم الفني في اسكندريه. الحقيقه اكتر حاجه متميزه في المعرض النهارده اللوحات الفنيه كده متنوعه، بيستخدموا فيها الوان مختلفه بتبين مواهب الطلاب المختلفه وابداعاتهم. ويمكن مع المسؤولين في المديريه الان ان احنا نتوسع في عمل هذه المعارض لاخراج ابداعات الطلاب وفي نفس الوقت تعليمهم هوايات جيده ومفيده. الحقيقه المدارس الزراعيه يعني نفس المنتجات ونفس المستوى، مستوى عالي جدا، بيطلع منتج للسوق منتج كويس جدا ذو جوده عاليه. هم عاملين كمان تجربه الشراكه مع المجتمع المدني، ودي جايبه منتج عالي الجوده ومنتج ليه شير او ليه سوق بيتباع كويس في السوق. يمكن احنا كمان ان احنا نشتري كمان الجهات الحكوميه تشتري هذا المنتج بدل ما تشتري من القطاع الخاص او اي قطاع اخر يعني.